حنا لازم نعرف ان حنا في وضع استنفار. استنفار يعني ان لما يكون عندك نص الشعب الكويتي ساكن يا بشقه يا عند ابوه، هذا معناته استنفار، حاله استنفار. وحالات الاستنفار دائما تحتاج قرارات. انا اعلم ان الحكومه عليها ان تقدم برنامج حكومي، ولكن انا اطلب نقطه ثانيه، لان احنا عندنا استنفار، وبالاستنفار الدول اذا صار فيها استنفار تاخذ قرارات، حتى يعني ممكن قرارات الحرب تاخذها اذا في بعض الدول في حالات الاستنفار. الان احنا في وضع استنفار. وضع الاستنفار يحتاج قرار من رئيس الوزراء بازاله المناطق هذه. المناطق هذه يعني احنا ما نبي نساوم على سكن الكويتيين والكويتيات، هذا سكن لهم وحق مشروع يكفلها الدستور. فحنا هني بالنقطه هذه الازاله المناطق الصناعيه واخراجها برا المدن، ويحل محلها مساكن للكويتيين، بالاضافه الى خواتنا المطلقات والارامل. بالعكس احنا هني شنو الصعوبه فيها؟ يعني لما نزيل كراجات، احنا الواحد ينام بيته كل يوم ولا انه ولا يصلح سيارته كل يوم. اي هو كل سنه ممكن او كل سنتين يراجع او يروح الشويخ. فهذه احنا رؤيتنا، والرؤيه هذه راح نكافح فيها ونقاتل ونحارب حتى نحققها. نقاتل ونكافح ونحارب بالسياسه وليس بشيء اخر، حتى ما يفهم المشاهدين في شيء ثاني يعني.